مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما تكونوا بألف صحة وسلامة. يوم الأربعاء اللي فات كان الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية المصرية، الكاتدرائية الأرثوذكسية. والحقيقة كان لي شرف حضور ومباركة اليوم لأهلي وإخواتي هناك. الحقيقة اللي شفتوه هناك في التلفزيون ما بيوصفوش مشاعر التلفزيون ولا الكاميرات. يعني أنا طول عمري بتفرج على الاحتفال في التلفزيون زي أي حد من المصريين الطيبين. يومها أدركت وانت قاعد في وسط أهلك قد إيه المحبة بتبقى موجودة للناس كلها، وخصوصا لما بيتقابل المسلم والمسيحي في الكاتدرائية بالمباركة بالتهنئة بعيدا عن الرسميات. فتلاقي المكان مليان بالخير والحب، مش بس المشاعر الدينية لكن كمان المشاعر الإنسانية، إنك تلاقي الناس حابة بعضها ومحاوطة بعضها وبتضحك في وش بعضها وفرحانة ببعضها. وتكتمل الليلة يوم الأربع اللي فات كنت أنا الحقيقة والمهندس هاني عازر طالعين على السلم سوا وداخلين الكاتدرائية سوا. فهو بيقول لي السنة اللي فاتت الرئيس فاجئنا، فكانت مفاجأة ما ظنش يعملها السنة دي. فأنا قلت له مين قال؟ السنة اللي فاتت كانت مفاجأة، السنة دي هتبقى عادة. بس أنا ما كنتش عارفة هو الرئيس جاي ولا لا، بس أنا كنت بقول كده. وبعدين فعلا فجأة لقينا الإعلان إن الرئيس داخل يهني إخواتي وأهلي بعيد الميلاد المجيد. أنا مش هقدر أوصف لحضراتكم مشاعر الناس، بس حضراتكم يمكن شفتوا صورة أو صورتين، بس ما سمعتوش كلمات الترحيب مثلا اللي كانت من المواطنين المصريين في قلب الكنيسة برئيس البلد. قد إيه الكلام كان جبر خاطر، قد إيه الكلام كان تطيب وتطبيب ومحبة، قد إيه هم كانوا حاسين بده. المصري أو أي بني آدم يقدر يحس الصدق من الكذب، يقدر يحس الكلام اللي يعدي من الكلام اللي واصل من القلب. هو فعلا الكلام كان واصل من القلب. افتكر يعني في مواطن مصري وقف على الكرسي بتاعه وقال للرئيس من وسط الصالة او الطريق الممر: انا هزعل لو مشيت، انت عارف انا هزعل لو مشيت. الحقيقة الرئيس ضحك ساعتها، وعلشان كده بدل ما ينزل في طريقه للخروج الطبيعي في المكان اللي جه منه مع الحراسة، دخل في وسط الناس، دخل في وسط الناس، اتحامى بالناس، حب الناس ووصلتهم محبته، رغم ان ده وفقا لكل الأعراف الأمنية بيعد من الشيء الخطير. الكلام ده الحقيقة كلام يرد على أي دعاوى، يرد على أي تجهيل، يرد على أي تمييز، يرد على أي فكر مغلوط ملوش علاقة بدين. كل سنة وأهلي طيبين، كل سنة ومصر أمنة طيبة، كل سنة وإحنا كلنا بخير. إذا كان الرئيس كان في الكاتدرائية يوم الأربع اللي فات بيقول لأهالينا كل سنة وإنتم طيبين، تعالوا شوفوا معايا اللقطة دي لمصري بسيط مسيحي قبطي مسيحي بيقول للأقباط المسلمين كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا واحد في بلد آمن. نشوف الفيلم ده. القرآن الكريم يقول: يا مريم إن الله اصطفاك وفضلك واصطفاك عن نساء العالمين. السيدة مريم العذراء التي وطأت قدماها الطاهرة كل بقاع هذه المحروسة، كل بقاع مصر المحروسة جالتها السيدة العذراء مع المسيح له المجد في أرض مصر. باركوا هذه الأرض. هذه الأرض ذكرت في القرآن الكريم عند إخوتي الأحباء المسلمين 5 مرات، 5 مرات صريحة بعدد أصابع الإيد الواحدة، زي اللي ربنا بيقول لنا: هم في رباط إلى يوم الدين، مسلمين ومسيحيين إيد واحدة، محفوظين من الرحمن الرحيم. مصر المحروسة، مصر المحفوظة. نحن قبط مصر، مسلميها ومسيحييها. قبط دي جنسية مش ديانة. قبط مصر مسلمين ومسيحيين على الحب المبين، آية في العالمين إلى أن يشاء الرحمن الرحيم. مصر في رباط إلى يوم الدين. أيها الصهاينة، أيها الصهاينة الملاعين، مصر في رباط إلى يوم الدين. أشأتم التفرقة فاتحدنا أكتر، أشأتم التفرقة ونزع الفرقة بيننا.
كشعب واحد. مصر حالة خاصة أيها الصهاينة الملاعين، مصر حالة خاصة أيها اللوب الصهيوني، يا من تمكر ويا من تفكر. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أكرر الآية القرآنية الكريمة: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرحمن الرحيم حبى مصر حالة خاصة. مصر كنانة الله في الأرض. لا تعليق. الحقيقة هذا المواطن القبطي المسيحي من قلب جامع عمرو بن العاص بيدي رسالة للعالم كله وبيقول مصر حالة خاصة. مصر ملهاش دعوة الحقيقة بخطط التفريق. مصر محمية إلى يوم الدين. قبط مصر في رباط إلى يوم الدين. الحقيقة تحياتي لحضراتكم، كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة وإحنا واحد في بلد آمن. نتقابل بعد الفاصل في كلام مهم. نور حالة مهمة، نور حالة كنا محتاجينها، نور بتقول إن في أمل وفي خطوات بتتعمل، يا رب تكمل على خير. هنشوف نور بعد الفاصل. تحياتي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. شجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنجب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته السيدة خديجة بنت خويلد 6 من الأولاد، 2 من الذكور وهما القاسم وعبد الله وهو الطيب، و4 بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. أما ولده إبراهيم فأنجبه من ملك يمينه ماريا القبطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لذة النداء خففت مشقة الطاعة. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغته: إصلاح القلب بإصلاح القول، إصلاح الحال بالعمل. هكذا يعلمنا النبي ببلاغته كيف نصلح النفوس. نسأل الله جميعا أن تصيبنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. بلاغة الرسول مع الدكتور إبراهيم الهدهد، يوم الجمعة من كل أسبوع 11 مساء على الناس. قصص الأنبياء نعيش معهم ونصحبهم في رحلاتهم ونقتبس من سيرتهم العطرة ونتعلم منهم، بدءا من سيدنا آدم عليه السلام إلى ختامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا آدم عليه السلام قعد في الجنة قد إيه؟ كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. افتكر كده أن سيدنا نوح عليه السلام بعد 950 سنة ربنا بيقول: وما آمن معه إلا قليل. تذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا يمحو بها عظائم جرمنا، وأن يجعل الأيام التالية خيرا من الأيام الماضية. قصص الأنبياء مع الشيخ محمد الدومي، يوم الجمعة من كل أسبوع 9:30 مساء على الناس. دلوقتي يمكنكم تحميل نغمات تترات
برامج قناة الناس وتخليها نغمة على موبايلك. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. رزق العباد بمعاد وكل شيء بأحسان، إياك يا عبد تظن إنك كده متساب، ده كل حاجة عملتها ما عملتلهاش حساب، ملك ورا كتافك بيسجلها في كتاب. اتصل من أي محمول على 5934 أو من أي خط أرضي على 09874 وخليك أول واحد يحمل نغمات تترات برامج قناة الناس. زوجتك ابنتي وموكلتي. زوجتك ابنتي وموكلتي. جعل الله في الزواج السكن والمودة والرحمة بين الرجل والمرأة لإعمار الأرض، وحث الإسلام الشباب على الزواج. قل له: وأنا قبلت الزواج من بنتك وموكلتك. وأنا قبلت الزواج من بنتك وموكلتك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. تعالوا مع بعض نعرف إزاي نبني بيوتنا، إزاي نحقق مفهوم لتسكنوا إليها، نعرف شكل حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته علشان تكون بيوتنا حقيقي مودة ورحمة. هتجوز مع الدكتور محمد وهدان، الجمعة والسبت 4 عصرا على الناس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا كنت مخاصما لأخيك الإنسان كن شجاعا واذهب إليه وقل له بأنك سامحته. ما الذي غير هذه الطبيعة البشرية؟ إنه الإيمان. الإسلام غير النفوس وغير الأبدان وغير العيون، نزل منها الدموع. تأليف القلوب من الأخلاق الحميدة في الإسلام. كلام من القلب مع فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الخميس والجمعة 10 مساء على الناس. الكره ضد الحياة، بل هو الموت ذاته، والحب يعني الحياة. عشان كده بنقول إن الحب ما بينتهيش، الحب لا يتوقف ولا ينقطع، مستمر على طول. حب الله لنا تعلق بلا علائق، ليس من ورائه مصلحة. الله يحبنا من غير أن ينتظر أن يعود عليه شيء من الحب. قواعد العشق للمحبين مع الشيخ محمد عوض المنقوش، الخميس والجمعة في 11:30 مساء على الناس. من أنت؟ صبرك عندما لا تملك شيئا، وأفعالك عندما تملك كل شيء. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام.
اللي احنا الحقيقه مفتقدينه بقالنا فتره طويله. وانا بحيي الحقيقه كل المجهود اللي قدم في هذه الموضوع، وبقول الحقيقه يعني نتمنى ان هذا ما تنهجه جميع المؤسسات العلميه اللي موجوده في مصر. احنا فعلا افتقدنا الى الاطفال في فتره سابقه، وخلت مجموعه كبيره من الاطفال تلجا الى بعض الوسائل الاخرى تستقي منها المعلومات. يسعدنا الحقيقه ان نشيد بهذا الجهد العظيم الذي تنطلق به الرابطه العالميه لتخريج الازهر بقياده فضيله الامام الاكبر. والحقيقه نستطيع ان نقول من هنا نبدا ترسيخ وتأصيل المفاهيم الصحيحه في ذهن ابنائنا من الاطفال. هذه العقول المستقيمه التي لم تلوث لا بافكار التطرف ولم تختطفها يد التشدد، يبدا الازهر بجهوده وبكل مؤسساته للحفاظ على هذه العقول لتظل نقيه وفق الفكر الاسلامي الوسطي الذي يحمل لواءه الازهر الشريف. نتمنى للقائمين عليها كل التوفيق، ونشكر فضيله الامام وكل القائمين على هذا الجهد. والسلام عليكم. نحن نسمي ونقدر هذا الجهد الكبير الذي هو نقطه انطلاق في بناء الانسان، ونقدر كثيرا بان الانسان هو الاساس في نظره الاسلام، فحيث وجد الانسان هو محل هذه التعاليم وهذه التكاليف، وتبدا هذا البناء يبدا بالطفوله. ولذلك فإن هذا الجهد الكبير الذي قام برعاية وعناية وتحت نظر ووصف فضيلة الإمام الأكبر هو جهد مشكور ويسوق في الاتجاه الصحيح إن شاء الله تعالى. وفقكم الله بما فيه الخير وسدد على طريق الخير خطاكم. أريد أن أبدي فرحتي الشديدة بتدشين هذه المجلة التي كنا نحتاج إليها ونحلم بها فعلا، والحمد لله الواقع الآن جاء بأجمل وبأعظم مما كنا نحلم ونتخيل ونتوقع. زي ما حضراتكم شفتوا البداية والحكاية هي دي، ده نور العدد الأول والعدد الثاني. الحقيقة آخر شيء كنت أتخيله وإحنا بنقول احنا محتاجين تطوير الازهر، احنا محتاجين تطوير الفكر، احنا محتاجين نربي اجيال جديده بشكل مختلف. الحقيقه اتفاجئت ان الازهر اصدر في نوفمبر اللي فات وديسمبر العدد الاول والثاني زي ما حضراتكم شايفين من مجله نور، مجله كوميكس للاطفال، مجله كوميكس الازهر بيشتري العدد الاكبر منها ويوزعها على الاطفال او الطلاب في المعاهد الازهريه التابعه ليه. حدوته كبيره بالنسبه لي لان انا اتفاجئت ان الازهر وافق على ده. الخطوه بدايه، ايوه الخطوه بدايه، لكن الحقيقه تستحق التوقف وتستحق تسجيل الشكر للي قام عليها. خلوني الاول قبل ما ابدا واقرا لكم كلمه الامام الطيب ان انا ارحب بالافاضل الاعزاء المشرفين على المجله والمشروع على نور. دكتوره نهى عباس الحقيقه المدير التنفيذي، رئيس تحرير تنفيذي لمجله نور، واستاذنا العظيم يعني فواز احمد محمد فنان تشكيلي والمستشار الفني لمجله نور، ونهى ابراهيم المدير الفني لمجله نور. انتم منورين المكان. ده نوركم، ده نورنا مش كده؟ او نور او نور يعني. طيب انا الحقيقه اسمحي لي يا دكتوره نهى اسالك في البدايه ايه حكايه نور دي وازاي يعني نجحت انها تخرج مجله كوميكس مرسومه رسومات من نور بالظبط كده من الازهر. الفكره بدات ازاي وخصوصا ان احنا عارفين او بيتقال او طول الوقت في الصوره الذهنيه ان الكلام ده مرفوض ازهريا؟ لا واحنا كنا نعتقد كده صراحه، بس هو ادي الازهر هو بيثبت انه الكلام ده مش مظبوط يعني. هي الحقيقه كانت توصيه في مؤتمر حمايه الطفل من التطرف. أيوة. يعني انا طلبت من الازهر ان انا اقول كلمه في المؤتمر ده من ناحيه اني يعني بتعامل مع ثقافه الطفل من المنطلق ده. فهي كانت كل كلمتي عباره عن ان احنا نقدم للطفل ثقافه تناسبه وتناسب هويته عشان نطلع طفل سوي، ثقافه وفن، ونهتم بفنون الطفل عموما وبصحافه الطفل وبالشخصيات الكرتونيه اللي تهم الطفل.
المنظومة دي كلها على بعضها اللي هي مفقودة، واللي هي عندنا في فراغ كبير جدا للطفل المصري والطفل العربي، رغم انه العربي بدأوا خطوات قبلنا، يعني سبقونا دلوقتي في النقطة دي. يعني الشيء المفاجئ ان تكوني بتقولي توصية في مؤتمر اللي احنا عارفين عادة يعني ما حدش بيهتم بيتقال كده، بيتقال انه ما حدش بيهتم، او التوصيات بتتقال وتتحط وما حدش يعني شيء لا ينفذ يعني. فلا الحقيقه انا لقيت انه من الرابطه اللي كانت منظمه، رابطه خريجي الازهر اللي كانت منظمه المؤتمر، دعوني انه طيب التوصيه الكلام اللي انت قلتيه ده ازاي تنفيذه، ازاي ادينا رؤيه. فاول رؤيه ليا ان احنا نعمل مجموعه شخصيات كرتونيه تظهر اول ما تظهر في مجله كوميكس مصوره، على أساس إنها مستقبليا تتحول كرتون، تتحول لقناة تحمل الشخصيات دهيت وشخصيات تانية أخرى، وتكون عندنا شخصياتنا الكرتونية المصرية بقى. يعني الشخصيات تبقى هي شايلة اسم القناة، يعني يبقى عندنا قناة نور للأطفال مثلا؟ مش بالضرورة، لكن تكون عندنا قناة أطفال صحيح تقدم شخصياتنا المصرية والعربية، ما نقدمش فيها كرتون مدبلج، ما نقدمش فيها كرتون اجنبي. صحيح. يعني ده اظن يعني ان الاوان، يعني حاجه متاخرين فيها جدا والله، وعملناها قبل كده وبعدين توقفنا. لا عملناها كانت نص قناه واتشالت، يعني صحيح. الاسره والطفل كانت نص قناه مظبوط، وبعدين بقت قناه الاسره بس، يعني صحيح. استخسروا فيه كمان الطفل ومبقاش في برامج طفل، وما فيش برامج طفل يعني، ولا في كرتون. حاسه التلفزيون اللي كان بينتج كمان أعمال كرتونية للأطفال وبرامج للأطفال ومسلسلات، احنا يعني برضو كتير حاجات نفتكرها كانت جميلة. صحيح. فين دي دلوقتي؟ مش موجودة. ففي الوقت اللي احنا كنا محتاجين فيه أكتر وزيادة ويعني نكون داخلين بتقلنا في تربية وتثقيف الطفل. صحيح. اللي عانى من الفراغ الفظيع ده اللي خلاه يبص يمين وشمال ويبتدي يتخبط، مش عارف يلجأ لأي ثقافة. صحيح. ويجي له الحقيقة ثقافات وسلوكيات غريبة عليه، ولغات كمان ولهجات بتغير لهجته. بس في النهاية مشيت نور، يعني هم الرابطة طبعا اقتنعت. أنا لما طلبت مني بقى إن طيب اعملي ماكيت يعني ورينا هتعمليه ازاي، كان على طول الاستشاره مع استاذ فواز، يعني ما فيش نيجي نتكلم على شخصيات وشخصيات كرتونيه ففي العالم العربي، مش بنقول في مصر، لازم الاستاذ فواز يكون في الموضوع. لا يفتى يعني. وفواز الحقيقه في الكرتون. يعني انا دايما كنت اقول ايه، خلينا نستفيد ونكون يعني احنا عندنا رائد لفن القصه المصوره وفنان شخصياته الكرتونيه يعني تضاهي الأجنبية وما تفرقش عن شخصيات ديزني. صحيح. أبدا، بل بالعكس في حاجات فيها تفوقها يعني. صحيح. فكانت الفرصة بقى ان يعني جات لنا الفرصة. هل السؤال هل هتمشي؟ هل انا لما احط شخصيه، يعني انا ابتديت احط افكار الشخصيات والاستاذ فواز بيرسم، هل لما احط شخصيه فار واسميه الفار الفيلسوف فأرسوف، ويكون البطوله فار ودوده وصرصار، يعني حاجات غريبه كده. هل الديك ابو سيد اللي هو بيلقي يعني في كده اسقاط على النزعه الذكوريه عند الرجاله والولاد، عايزين نهذبها شويه. نور نفسه هو طفل عادي، طفل مصري عادي جدا، مش بجبه وقفطان ويعني هو مش طالب ازهري. لا مش طالب ازهري. فقدمنا الفكر ده وعملنا القصة الأولانية اللي هي فيها ولد أزهري، اللي هي دين الله والوطن للجميع، يعني عشان نبقى إيه، خدنا قطاعات المجتمع كلها بنقدمها. صحيح. فالحقيقة إنه يعني في ناس كتير قالت رسم جميل وحاجات جميلة وكتابات جميلة ومش عارفة إيه، بس بس أنا مستنية بس دي بس بقى دي كان في كتير يعني إزاي دي تكون مجلة الأزهر؟ ازاي دي، ايه اللي فيها يعبر عن الازهر؟ فانا كان ردي انه الازهر ما يعني قالوا فين الصبغه الازهريه؟ يعني انا الرد بتاعي انه الازهر ده بتاعنا كلنا. صحيح. هو ايه الصبغه الازهريه؟ ليه عايزينه يبقى الازهر للازهريين؟ صحيح. الناس اللي اتعلمت في الازهر او بتشتغل في الازهر. هو الازهر ده مش لمواطني مصر كلهم، مش لكل اطفال مصر،
وذلك الذكاء هو للانفتاح ما بين الجميع. ده ينفتح المفروض. الازهر على المجتمع وينفتح المجتمع ويساهم في تغيير بالظبط. افكار الازهر. فانا قلت ان انا الولد الازهري اصلا انا حابه الشكل ده، لاني شفتهم حتى في كذا في يوم المؤتمر الاولاني، الاطفال اللي في المعاهد الازهريه شفت لبسهم وشكلهم قد ايه جميل، حتى اوحوا لي بفكره الشخصيه. فقلت يعني الولد الازهري هيكون واحد من ضمن الشخصيات، مش هيكون هو محور المحور، لانه احنا هنقدم مجله لاطفال مصر فبكل قطاعاتهم. يعني ممكن جدا، مش ممكن، هو ده فعلا قدمناه، ان زي ما في خالد الازهري صديقه هو جورج، صحيح، وده طبيعي. موجود وطبيعي وبيحصل، انه جاره في البيت يعني. صحيح. فكانت الفكره انها تتوجه لكل قطاعات المجتمع، لكل الاطفال مصر يعني والعالم العربي يعني، والازهر هو مناره للكل. ايوه. الحته انا عايزه بس الحته اللي لبست فيها في الحيطه، الحته في يعني كان في اعتراض على شكل نور لانه شكله شقي. وطبعا استاذ فواز صممه، ونهى كمان رسمته وزودت الموضوع زياده، عملت الشعر يعني زياده فانكي جل بقى زياده. فانكي وكان في اعتراض على انه يكون في حيوانات زي الفار وكده، انها زي الحيوانات دي ممكن تعلم الانسان. ايوه. كان في اعتراض على انه فين شيوخ الازهر، هو فين ده علماء نور اللي الازهر. شايفينه على الشاشه؟ ده نور. ده نور، ده السكتش بتاع نور، ده سكتش بتاع نور. فشعره ليه شعره طويل كده وعامل كده؟ حاجات زي كده كتير. ليه شقي؟ ليه؟ يعني كان في تساؤلات كتير. احنا عايزين حد مثالي. بالظبط. يعني احنا لا، انا بقول انا عايزه ولد عادي وهو يغلط ويصلح، ويعني يتعب والده ووالدته بتصرفاته بفكره الطفولي وهم يرشدوه. صحيح. بني ادم. بني ادم. فالمهم يعني فضلنا بقى في النقطه دي، انه ناس تقول لا دي ما تمثلش الازهر، وناس تقول لا تمثل، لا دي جميله، لا ده الصراع ده، لحد ما كان الفيصل بقى والمنقذ للنور اللي خلى النور يطلع للنور. كان اجتماع موجود في الرابطه في فضيله الامام، وهو رئيس مجلس اداره رابطه الشيخ احمد الطيب. الشيخ احمد الطيب. فكلموني قالوا لي احنا الشيخ موجود، تحبي تيجي تعرضي معاه ليه الموضوع والماكيت، وده بقى يبقى الفيصل، يعني نشوف يعني الراي الاخير ايه في الصراعات اللي الدائره دي، يعني في الجدل والكلام. فانا لما جيت بقى قعدت مع الشيخ الحقيقه، وهم كانوا في اجتماع كبير، وفي بقى عمداء جامعه الازهر وناس كتير قوي، انا مش فاكره غير نور. كافه يعني المعترضين. يعني لا، والحقيقه دول ما كنتش اعرف معترضين ولا لا، يعني لكن قصدي اقول ايه، يعني كبار القوم زي الازاهره زي ما بيقولوا عليهم. فانا داخله مش شايفه غير الشيخ وشايفه نور يعني ده جاي عشان نور يعني. فلما قعدت جنبه الحقيقه ابتديت صفحه اقلبها واقول له الهدف من وراء الرسمه دي ايه، والقصه دي ايه، واللوجو ده ايه، والباب ده ايه، كلمه كلمه، لان فعلا المجله كانت معموله بميزان. الكلمه فيها بميزان، والباب بميزان، والشخصيه بميزان، يعني ما فيش فيها حاجه عشوائيه. الشيخ قال لي في الاخر، بص لي كده قال لي يعني انت عايزاني اوافق على دي؟ قلت له والله بعد. فخبط بقى عليها بايده وقال لي ده انا مش اوافق، ده انا ابصم بالعشره. عظيم. فيعني ده وقد كان يعني. يبقى بركاتك يا شيخ طيب. انا بصراحه ايه يعني كل اللي في رابطه تهللوا، واحنا تهللنا وقلنا لا ده خلاص بقى محدش هيقول لنا شعره عامل كده، ده الفار مش عارفه، نعمل اللي احنا عايزينه يعني. فالحقيقه قال ده انا وادعمها واقف معاكم واسندكم، دي خطوه اتاخرت وده جهد رائع، وانا ما كنتش اتصور ولا احلم انها تطلع بالجمال ده. عظيم. فما فيش اعتراض على اي شخصيه فيها. البدايه كانت هو الدكتور احمد الطيب يعني زي الفل. استاذ فواز، لازم ارجع لك، شخصيه نور بهذه الجرأه في الرسومات والحلاوه والجاذبيه اللي ممكن الحقيقه تخلينا نبقى حابين ان احنا نعرف حدوته نور، لانها فكرتني بالمجلات اللي كنا بنقراها وانا في سني يعني اللي هي في الثمانينيات والسبعينيات، سواء مجلات مصريه او عربيه زي ماجد زي علاء الدين. فرجعتنا تاني للجو ده. الشخصيه دي
دكتوره نهى جايه تقول لك احنا عندنا مجله المفترض ان احنا نطلعها مع رابطه الازهر، فايه اللي خلاك تصممها كده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتوره نهى علاقتي بيها فنيا بقالنا فتره طويله، والحقيقه كان تعاون مثمر جدا من اول مجله لؤلؤ اللي هي كانت مسؤوله عنها تماما وحتى بتنفق عليها. ليه؟ لانها مؤمنه بفكره الكوميكس. صحيح. لما هي كلمتني في النقطه دي انا تحمست جدا، لان هي الفكره اذا كان في مجلات ففي مجلات قبل كده. يعني هي صحيح. اللي هنا الفكره مش ايجاد مجله فقط، لان هي زي ما قلت لحضرتك هي موجوده وموجوده، ممكن تكون راينا فيها انها كويسه او متوسطه او كده، مش ده المشكله. المشكله هنا انها، او مش المشكله، الرائع فيها انها بتصدر من الازهر. صحيح. لان احنا اتكلمنا كتير جدا عن تجديد الخطاب الديني. طيب لو احنا بنتكلم عليه، مين المفروض نأثر فيه دلوقتي تأثير طيب؟ زي ما احنا سيبناه لفترات طويلة لغاية ما طلع لنا الدواعش اللطاف دول. المفروض ان احنا الشباب صعب جدا، يعني نرجو انهم يعني يرجعوا ويفهموا، ولكن اللي بيكبر على فكرة مؤمن بيها جدا من الصعب ان الواحد يغير فكره. طيب يبقى قدامنا مين؟ قدامنا الطفل. وكانت فكرتي من زمان ان الكوميكس انا بعتبره من اقوى الفنون واقدمها، على عكس ما الناس فاكره، لان هو صنف على انه الفن التاسع. لا، انا بعتبره ان هو الفن اللي قبل التقييم نفسه، لان هو كان بيرسم على الكهوف، تسجيل الحياه نفسها. صحيح. فاذا هو قبل حتى الحضارات. صحيح. تاثيره في الطفل مهم جدا جدا، ويليه الكرتون طبعا، لان هو الكرتون فن كان يعني يتبع من الكوميكس طبعا، وده معروف. وحتى بقى في سينما بعد كده، الشخصيات اللي هي الامريكيه المارفل او صحيح. اذا فن الكوميكس لازم نهتم بيه بشكل حقيقي. مش لان انا بحبه او مهتم بيه او لا، هو فن حقيقي. ما ينفعش ان احنا بقى في الوقت ده ان احنا ننصح بطريقه ارشاديه مباشره. ايوه. طيب احنا ازاي نوصل للطفل بلب الدين نفسه؟ كنت لسه انا بتكلم مع القيمه والمبدا والاخلاق بالظبط. لب الدين احنا عارفينه ان هو عبادات ومعاملات. صحيح. طيب احنا العبادات احنا اهتمينا بيها شكليا لفترات طويله جدا، لغايه ما بقى الدين مفرغ، فرغناه من اساسه. صحيح. احنا الشكل الخارجي ويا ريت بنعمله صح كمان. صحيح. طيب ولذلك وصلنا لدرجه الجفاف. احنا لما قلنا ان الرسم حرام، التماثيل حرام، الموسيقى حرام، كل حاجه بقت حرام. وصلنا للدواعش. بالظبط. انت لما بتجففي، والكارثه اللي عندنا الزياده في مصر، ومصر دي عظيمه جدا، وده مش كلام انشا، لا هي عظيمه. هي اصبحت كده لان احنا اهملناها كبلد. احنا لما نقول ان المدارس اللي هي بتنشئ الاطفال شلنا منها حصه الرسم والموسيقى والالعاب وكل الحاجات دي، وبقت الحوش المدرسه بقى فصول، احنا مش عارفين احنا ودينا الاطفال لفين. احنا ودينا الاطفال لكارثه. صحيح. بقوا يكرهوا المدرسه، بيكرهوا انا يمكن تشعبت شويه، بس انا هاجي لك، لان الشخصيه انا بالنسبه لي لاني محترف، تصميم الشخصيه او رسمها ده ابسط حاجه عندي. يعني انا عملته كتير. ما انا عايزه اقول لحضرتك، انت كنت عايز تقول ايه بالتصميم ده؟ يعني انت كنت عايز تقول ايه النور؟ وخصوصا زي دكتوره نهى ما قالت ان هو تصميم الحقيقه مستفز للجهه اللي رايحه له، للجهه اللي هتصدره. يعني هو مش مستفز ليا ولا حضرتك والقراء عاديين، انا بتكلم صراحه، لكن الحقيقه هو مستفز للجهه اللي هي رايحه له. مين ده؟ زي دكتور نهى لا يمثلنا. لا انا عايز اقول لحضرتك بقى حاجه. اتفضل. ودي كانت فكرتي انا والدكتوره نهى من الاول. الى حد كبير احنا افكارنا متلاقيه لطول التعاون ما بيننا. الفكره هي ايه؟ ان انت ما تتنازليش عن الفكره الاساسيه اللي انت عايزاها. صحيح. علشان اسباب. لا، هو يا تعمليها صح يا ما يتعملش. بلاش. ليه؟ صحيح. لأن لو اتعمل بشكل فيه نوع من الحساسيات أو الموازنات بيفقد أهميته وبيفقد أصله. صحيح. أصله إيه؟ إن إحنا نعمل طفل أولا يحبه الطفل. يعني نعمل شخصية يحبها الطفل، ده بداية، بعيدا عن اللي إحنا عايزين إيه. يعني هي ليه أمريكا أو الغرب
قدر يأثر في أطفالنا قوي، إن هو عارف سر معين، إن هو مش لو حضرتك تلاحظي إن في كل الأفلام أو كل الشخصيات الشهيرة عند الأطفال ما هيش مرشدة قوي في الأول. لا، هو يهمه أولا إنه الطفل يحب الشخصية دي، بعد كده بقى يحط اللي هو عاوزه. صحيح. هو حبه خلاص. هو أنا هرجع للجزئية دي مع حضرتك، لأنك في مرة حكيت لي حكاية أعتقد في الملك سيمبا، في سيمبا. وقلت لي ازاي هم حطوا حاجه في اطار الفيلم عدت على كل انا اللي بموت في هذا الفيلم. فيلم رائع بالظبط. لكن هرجع لها، بس اسمح لي قبل ما نخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا. نهى، مدير التحرير التنفيذي، مدير الفني، مسكتي المجله، عملتي فيها ايه وانت بتقدميها لطفل؟ هو المفترض ان هو يعني انت بتخبطي على بابه، يعني ممكن يكون دي المجله اول مره يقرا كوميكس يخصه بهذا الشكل. تمام. هو أنا مبدئيا مش بس كده، هو انا برسم فيها، وهو الكفر ده انا اللي رسماه. اوكي. والقصه نور اللي رسمها الاستاذ فواز، مصمم شخصيتها. هو انا بقى زي ما دكتوره نهى قالت كده، انا زودت الطين بله. هو الشخصيه شقيه، وانا بقى مش كفايه انها شقيه، انا خليتها اشقى وضفت التصوير بتاعي. ده غير كده كمان تقابل الدنيا كلها. اقول لك حاطط جل في شعره. ده غير كده كمان ان انا غيرت القطعات. حضرتك لو فتحتي اول صفحه في القصه هتاخدي الصدمه، هتفهمي انا بصيت عليها قبل الهوا ما يبدا الحقيقه، فشفت الحقيقه مامة نور يعني مش الشكل الطبيعي للست اللي هي المفترض انها تكون كده يعني. بابا كمان يعني شخص عادي. الولد شقي بقى جدا في قمته يعني. لا، وماسك جيتار، يلا الفسق. هو المفروض جيت تاني صفحه بدات ادخل في المود الاسلامي. اوكي. هو دخل بقى يعني، هو المفروض القصه حسب ما الدكتوره انا كاتباها ان نور ولد شقي جدا والاجازه جايه، فهو يعني هيبهدل الدنيا في الاجازه. فالمفروض احنا ننقذه. نعمل ايه؟ ان احنا نوديه بيت عمه. عمه ده عالم، وعمه ده هينقله بقى للحضاره الاسلاميه، يقابلوا بعلماء المسلمين. انت مين يا بني ادم بقى؟ يعني اصحى لنفسك بقى. فاحنا بدأنا البداية دي مش عشان احنا عايزين زي ما في ناس اتهموني وفي ناس دخلت هجبتني على الفيس، مش احنا عايزين نخلي الطفل بتاعنا يطلع بشكل غربي. ده احنا بناخده من منطقته اللي هو اوريدي فيها، نيجي بيه للمنطقه بتاعتنا. معلش ثانيه واحده، انت اتهاجمتي وقالوا لك ان انت بتاخديه بتغربي الطفل يعني. في حد دخل كده المجله دي فاشله ووحشه عشان ده شغل شبه الشغل الغربي. قلت له يا ريت احنا ده شكرا يعني، يا ريت انا مستوايا في الرسم يكون بينافس المستوى الغربي. ده شيء جميل جدا حقيقه. متوقعه دهوت، ويعني لولا الفاصل اللي زمايلي الحقيقه بيقولوا لي ان احنا نخرجوا بس نرجع نكمل كلامنا. متوقعه ده، لكن الحقيقه خلينا احنا قدام تجربه مهمه، تجربه اسمها مجله نور، تصدر عن الأزهر، رابطة خريجي الأزهر التابعة للأزهر، وبإشراف الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر للمسجد الجامع، المسجد الأزهر المعلم الحقيقة في العالم العربي. نكمل بعد الفاصل. تحياتي لحضراتكم، بس كلام مهم عن نور. المحجبة، قريبا وحصريا على الناس. صحة أسرتي أهم حاجة في دنيتي، ولأني بهتم بيها فبالأعشاب بحافظ عليها. الأعشاب هي سر الحياة، كلها صحة، حيوية ونشاط. الأعشاب مش مجرد علاج، الأعشاب أسلوب حياة. طب الأعشاب مع الدكتور عبد الباسط السيد، من الأحد إلى الثلاثاء 4 عصرا على الناس.
حمل الآن أدعية وخواطر الشيخ الشعراوي صوت وفيديو على تليفونك المحمول. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ويقول مرة أخرى: أنتم في زمان من ترك عشر ما طلب منه هلك، ويأتي زمان من فعل عشر ما طلب منه نجا. اتصل من أي محمول على 5934 أو من أي خط أرضي على 09874. بعد قليل قصص الأنبياء. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. الحقيقة رجعنا نكمل بعد الفاصل كلامنا عن مجلة نور التابعة أو الصادرة عن رابطة خريجي الأزهر وبإشراف الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. خطوة مهمة جدا مش بس للأطفال اللي جوه، لكن هي خطوة مهمة في تاريخ الأزهر تهزه وتخلي رياح التغيير الفكري الحقيقية اللي هو محتاجها توصل له. نهى، أنا هرجع معاكي تاني نكمل كلامنا. هجمتي أنت وفريق العمل على صفحات الفيسبوك إن ده أنت بتاخديه للتغييب او للتغريب او للتغريب بالظبط. هو يعني كان طبعا احنا متوقعين كل الحاجات دي. هو في ناس طبعا اشادت بالشغل وعجبها جدا التجديد او الجرأة دي، بس في ناس بصت ان هم عايزين الشكل اللي متعودين عليه التقليدي، اللي هو شخصيات مرسومه بطريقه معينه، الالوان بطريقه معينه، الكادرات بطريقه معينه، وهم شايفين يعني ان عشان الازهر فلازم الحاجه تبقى بالشكل الجامد اللي اتعودنا عليه زمان. للاسف انا اسفه بقول الكلمه دي، بس ولازم بعمه وطالب وجبه وقفطان وبيروح الجامع وبيرجع من الجامع وشكل مثالي. انا دلوقتي اما قعدت افكر ده يطلع ازاي بشكل فني، فكرت في حاجه. هو احنا بنكلم مين؟ احنا بنكلم نفسنا، يعني احنا عايزين نفرض شكلنا احنا برضو تاني على الاطفال، ولا احنا عايزين نفهمهم ونقول لهم احنا فاهمينكم واحنا معاكم وحاسين بيكم، بس تعالوا كمان انتوا فهمونا وخلوا المكان ده ساحه للتعبير عن ذاتكم. بالظبط. فدلوقتي احنا ما ينفعش نضحك على نفسنا. الاطفال بقوا اكتر من الكبار في الاطلاع على الثقافات العالميه. صحيح. بيدخل النت بيشوف كل حاجه على اليوتيوب. صحيح. ما ينفعش انا اغمي عيني واديله شكل مش مبهر زي اللي بيشوفه في ديزني او بيشوفه في الافلام الكرتون الاجنبيه او في مجلات يعني بتترجم الحقيقه بالظبط وبياخدها وبيشتريها. فانا بحب اطلع دايما على كل حاجه، وبحب اطلع في النهايه الشكل المبهر اللي يخلي الطفل فعلا ينتبه ويشوف اللي انا عايزه اقوله له. لازم اقدمه بشكل حلو. ما ينفعش يبقى ان انا يعني هو كده والدنيا الالوان ميته ما فيهاش روح. ما كفايه عند الكتب المدرسيه. يعني انا عايز اعمل حاجه تغيير في حياته. لا، والحقيقه ان في تنوع الحقيقه اكتر من لطيف في قلب مواضيع المجله. يعني مثلا اذا كان نور بيروح لعمه اللي هو العالم فبياخده لعلماء المسلمين، ففي الفقر سوف اللي هو بيعلم الولاد كل مره حاجه. يعني اول عدد النظافه، تاني عدد ترشيد الميه واستهلاكها. ده غير ان في ابواب تانية. ايوه، يعني باب طريق النجاح ده كمان. واول باب اخترته والت ديزني، بس ده افهمه الحقيقه ده تحيز يعني فوازي عباسي شويه، صح؟ يعني والحقيقه ان قصه نجاحه كمان هي قصه مهمه ملهمه بالظبط كده، يعني من اكتر الحاجات الملهمه وفيها خيال يعني. وبعدين هي كانت ردا على فكره انه بلاش فار. ان انا رديت قلت في فار حكم العالم كله. صحيح، قلب الدنيا كلها. فاحنا نشوف ماوس عمل ايه، ميكي ماوس. يعني كمان انا بكتب باب برضو، باب الدين حاجه بسيطه. هو ما اقدرش اقول ديني قوي، واقدر اقول ان هو
روح الدين، الاخلاق اللي عايزه ابسطها قوي واخلي الاطفال يطلعوا فاهمينها حتى لو هو طفل مش مسلم. يعني انا بكلم الروح، الفطره النقيه الاولى. انا كمان عجبني فكره يعني حكي التاريخ القريب والبعيد. تمام. يعني ثوره 19 محكيه بكوميكس للولاد، يعني تاريخهم واحنا تاريخنا جاف، والحقيقه كمان عن اكتوبر تاريخ كان كاتبه جمال المصري. مسابقه شفتها كمان عن مسابقه يعني احكي بطولات الجيش المصري وبعت لنا. بالظبط، ما هو الباب دون دكتوره نهى اقترحته. بالظبط. بتتباع فين دي يا نهى بعد اذنك؟ بتتوزع مع الاهرام، بتتوزع يعني على في الفرش والمكتبات اول كل شهريه، مجله شهريه بالزبط. وسعرها 5 جنيه زي الفل. استاذ فواز، انا عايزه ارجع لحضرتك تاني قبل ما ارجع للدكتوره نهى. عايزه اسال حضرتك فكره ازاي اثر بمجله زي ديت في فكر اطفال نزع منهم الخيال، يعني ما بياخدوش حصه موسيقى، ما بياخدوش حصه رسم. فانا كمان رايح لفئه هي ما عندهاش الخيال اللي متاح لاطفال تانية في مدارس تانية. برغم ان انا رسام، انما باؤكد دائما ان الفكره والسيناريو اهم شيء في اي شيء. الفكره عموما يعني. بالنسبه للكوميكس بيقوم على السيناريو والرسم يعني. اذا كان الرسم عظيم جدا والفكره ضعيفه مش هيوصل للطفل برضه. صحيح. هيبقى منظر يعني شكل جميل. صحيح. ممكن عدد 2 وبعد كده الموضوع يموت. احنا متفقين في المجله، والدكتوره نهى يعني مهتمه جدا جدا بالموضوع ده، واحنا متفقين عليه اساسا يعني كلنا كفريق، ان احنا هنطور نفسنا تماما كمان. يعني اولا انا فوجئت او مش فوجئت، انا كنت اتمنى او بحلم بما حدث في الحفله في تدشين اصدار المجله. ولقيت ان يعني شيخ الازهر الجليل قال كلمه قويه جدا جدا ورائعه ودوده جدا، ولكني توقفت عند حته كلمه يعني من مجمل كلامه الرائع، ان المجله دي مش للمسلمين فقط، مش لاطفال المسلمين فقط. انا الموضوع ده كان اساس عندنا وانتوا بتشتغلوا على واحنا فكره بنشتغل. ولذلك اللي هو راي حضرتك في الاول، ليه الولد شكله شقي وطبيعي يعني ما هوش، علشان احنا مش عاوزين يبقى الامر مقتصر على فئه. التمييز صبغه التمييز يعني. انا بميز فئه عن فئه، واحنا مش بنتكلم هنا عن العبادات. الحمد لله العبادات معروفه صحيح ولها جهتها. صحيح. احنا هنا بنتكلم عن تأصيل الاخلاق. طب الاخلاق دي بتاعت ايه؟ الشخصيه اللي هو بناء الشخصيه الاساسي. صحيح. اللي احنا مفتقدينه تماما. صحيح. زي ما بقول لحضرتك. صحيح. طيب احنا عشان نبني الشخصيه، وهو كلام شديد وجد وقوي، طب يوصل للطفل زي ما حضرتك بتقولي ازاي؟ يعني ازاي يحب الطفل باشياء كتيره جدا وصعبه. صحيح. بس هي معتمده على ان الانسان اللي بيبقى بصدد عمل كهذا لازم يكون محترف تماما. لازم يبقى في روح المحترف، بمعنى انه يبقى فاهم هو بيعمل ايه. احنا مفتقدين الموضوع ده معلش في اماكن كتيره في مجتمعنا. صحيح. على مدى عقود. صحيح. ولذلك هو حالنا الى حد ما، ربنا يسهل ونرجع تاني ان يبقى كل انسان محترف في عمله، مش بيحبه فقط بس. لا يعني موضوع الطيبه وانه طيب لا مش دي المشكله. ده حاجه كويسه. لا هي دي حاجات يعني مواصفات جواز لما اكون بجوز بنتي. يعني طيب وابن حلال لما اكون بجوز بنتي. لكن مهني وكفء ده لما اكون عايزاه في شغلانه. يعني صحيح. انا دايما يعني باذكر الخديوي اسماعيل مثلا. انا بالنسبه لي شخصيا طبعا انا بعتبره هو اللي عمل مصر الحديثه كلها. مصر صحيح. كلها مش القاهره فقط. صحيح. يعني حضرتك لما تشوفي مثلا محطة الملك فؤاد في كفر الشيخ، طيب دي مش القاهرة اللي بقت أنقاض دلوقتي وهي تعتبر قلعة. المهم ده اللي أنا عايز أقوله، إن لازم يبقى، يمكن دي حاجة بعيدة عن المجلة بس أنا شايف إنها هي من أساس المجلة. ليه؟ لأن إحنا على مدى عقود برضو اعتبرنا إن الجمال والفن شيء كماليات. لدرجة إن إحنا بقينا دايما بندور على لقمة العيش والأنبوبة البوتاجاز، ودي كارثة. لدرجة إن إحنا اعتدنا القبح. بالظبط. فبقى سلوك متاح في الحياة. بالظبط. واحنا متقبلينه، فماشيين وسط الزبالة وماشيين وسط واحنا بنساهم فيها. صحيح. في حين ان احنا كنا في الاربعينات والثلاثينات العشرينات كنا منتخبين القاهرة منتخبة كأجمل مدينة في العالم. صحيح. وتأتي لها الموضة وجمال التنسيق الحقيقة بعد يعني قبل بريطانيا وقبل أمريكا كمان. بالظبط. فأنا بعتبر هدف المجلة
مش ان احنا بنعمل مجله جميله لطيفه، لان زي ما قلت ان في مجلات جميله جدا وانا بحترم كل مجهود اي انسان. صحيح. بس مش هو ده هدفنا. صحيح. احنا عاوزين المجله دي تؤصل الاخلاق اللي منها احترام الجمال والفن. زي الفل. يعني الحقيقه اخد من هذا الكلام لدكتوره نهى، ووقتنا بيخلص. دكتوره نهى، حضرتك قلتي لي في الفاصل ان المسابقه بتاعه الازهر اللي هي بحوث الازهر اللي انتوا عاملينها في العدد الاول اتقدم ليها طلاب. هو قبل المسابقه يعني انا عايزه اقول كمان انه الفيسبوك، صفحه الفيسبوك وحاجات اللي على التواصل الاجتماعي، اول ما نزلت مجله نور انا فوجئت واتلفت نظري انه كتير قوي من اخواتنا المسيحيين بيعملوا لايك وبيخشوا الصفحه. عظيم. على الشخصيات اللي محطوطه اكتر من شخصيه كنا بنحطها كنوع من البروموشن للمجله يعني. فلما قدمنا مسابقه تاريخ الازهر انا حبيت ان اول مسابقه افتتح بيها المجله، يعني تقديرا لان دي مجله الدور اللي عمله معانا الازهر ان تاريخ الازهر، وبحيث انه كمان انه يا ريت المصريين كلهم يعرفوا تاريخ الازهر لانه في حاجات عظيمه. فكانت المفاجاه ان طالبه من اسكندريه، طالبه مسيحيه مريان، مقدمه بحث من الأبحاث القوية جدا والجميلة جدا عن تاريخ الأزهر. المسابقة دي احنا شفنا بقى الأزهر كل شيء بياخده بطريقة جد، يعني رغم ان المسابقة فكرتي وانا حتى اللي حطيت فكرة الهدايا الجوائز تكون ايه، وكان في الأول في المكات خيال يعني ما كنتش متصورة ان هم يقولوا ده صح وهنعمل موافقين وهنقدم الجوائز دي. فلقيت ان هم شكلوا لجنة لتصحيح الابحاث اللي اتقدمت، والابحاث اللي اتقدمت جت ابحاث من كل المحافظات من على العدد الاول. فده كان يعني مؤشر ان دي مش مسابقه اي كلام، ده حد هيعمل بحث ويقعد يشتغل. المجله كمان لمستهلكين لقراء ليها. فشكلوا لجنه من اساتذه ودكاتره جامعه الازهر وعملوا تقييم كانه بيصلحوا ورق امتحانات بالظبط. فالمهم ان احنا دلوقتي هو طبعا ما حدش بيعرف عارف النتيجه لسه، ولكن اللي انا اعرفه من الكواليس ان في تصفيه ما بين 3 منهم الطالبه مريان. عظيم. فلتحيا مريان الحقيقه في مسابقه الازهر، لان ده هو اللي بيعبر، وان كان دي بشره خير بالنسبه لي طبعا. اللي هي ان زي ما بنقول رياح التغيير الجاد او صحيح. اللي احنا محتاجينه تهب على الازهر في فكره نور، وهي اسم على مسمى، ممكن تكون نور كاشف اللي احنا محتاجينه في تغيير افكار ما تنفعش ولا تعبر لا عن دين ولا عن قيم ولا عن حضاره زي حضاراتنا. انا بشكركم على كل المجهود اللي انتوا عملتوه، سعيده بده، سعيده ان نور ابتدت تحقق ده. والحقيقه انا يعني سعيده لو يوم ما هتعملوا الجوائز اكون موجوده، لان يهمني نشوف مين الطفله الاولانيه. دكتوره نهى، اخر سؤال، حضرتك قلتي لي ان احنا دلوقتي هي رابطه الازهر بتوزع او بتنتج ده المنتج نور لمصر فقط، لكن مستقبلا او الخطوه الثانيه هتوزع كمان في العالم الاسلامي كله. احنا عارفين انه الرابطه ليها مكاتب في كل الدول اللي في وافدين منها لجامعه الازهر. فبالتالي مش صعب، بدانا نعمل التحركات دهيت ان نور تبقى موجوده في من خلال المكاتب، من خلال مكاتب الرابطه. الحاجه الاقوى بقى الاكتر بقى واللي ممكن تحقق لها انتشار اوسع اللي هي فكره الابلكيشن، والوقت اللي احنا بنقدمها وبنسعى ليها، لانه المجله لما تكون ابلكيشن اللي في امريكا هيعمل لها داونلود وتنزل، صحيح. اللي في اوروبا هيعمل لها داونلود وتنزل، فهتبقى متاحه للجميع في اي وقت، في اي مكان في اي وقت. أنا بشكر وده حضرتك. التطور الطبيعي. والله أنا سعيدة بكل ما تعنيه الكلمة إن نور. ميرسي يا أستاذ فواز على شخصية نور. وخلوني أختم الحلقة بشكر ضيوفي الأعزاء دكتورة نهى عباس، أستاذنا فواز محمد، ونهى إبراهيم المدير التنفيذي، مش المدير التنفيذي، الفني، المدير الفني. مصممة أنا إن أنت مدير